السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. النهاردة معانا كنز رباني، كنز المشاكل، الشعر، للإطالة، للتكثيف، للنمو، للتساقط، للهيشان، لكل حاجة. كنز جبار، كنز جبار موجود في كل بيوتنا، بس نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ بالمكونات بتاعتنا. ده بذر كتان معلقة كبيرة، وده حبة البركة معلقة كبيرة، واربع فصوص توم، وزي ما احنا شايفين كده فيهم البركة، يعني فصوص كبيرة كبيرة يعني. وبصلة متوسطة، ومعلقة رز مغسولة، الرز المصري بتاعنا العادي، وبرضك معلقة صغيرة كده من القرنفل. تمام تمام. نقف لحد كده؟ مش هنقف لحد كده، هنشوف. هنقطع بقى التوم، والتوم ونقول فوائد التوم، اللي هو بيحمي خلايا الفروة، بيحمي خلايا اللي موجودة في فروة الراس والبصيلات، وفيه فيتامين سي، وفي كل الفوائد اللي ما تتخيلها، مغنيسيوم وفوسفور وكالسيوم ونحاس ومغنيسيوم، وبينشط الدورة الدموية كمان، يعني كل ده. وبيمد الشعر كمان بالاكسجين. التوم اللي انتوا بتعملوا من ريحته بتقولوا ريحة التوم، التوم مفيد مفيد مفيد. فاحنا مادام حاجة هتفيدنا ليه ما نعملهاش؟ لا، نعملها. وتأكدي والله 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 لو اتبعت الطريقة ولا في ريحة توم ولا بصل في التركيبة دي. جربيها، ولو لقيتي اي ريحة قولي مدام هدى دي كذابة. اعتمديها واعمليها، وشوفي برضك الفرق في شعرك. ان شاء الله ان شاء الله. تعمليها، ويا رب كده تفيدك وتفيد غيرك وغيرك لما تشيري لي كده وتشجعيني علشان اقدم لك كل ما هو جديد. طبعا قطعنا البصل، وفوائد البصل ان هو كبريت، بيساعد على تغذية فروة الراس، وبيجعلها صحية، يعني بيجعل فروة الراس كده صحية، وبيعزز نمو الشعر يعني، وبرضك بيعمل على الدورة الدموية. يبقى التوم والبصل دول مفيدين مفيدين للشعر. الناس بقى اللي خايفة من الريحة، والله والله ويمينها حسب عليه، انا حطاه على شعري وانا بمنتج الفيديو وانا بتكلم عليه. تخيلوا يعني انا عملت الوصفة وخدت النص اللي انتوا كنتوا شايفينه في الطبق ومتطبق على راسي، بس انا بقى ست كبيرة والدنيا مش تمام، فما اقدرش ان انا ابين شعري. تمام. فهناخد كل المكونات اللي احنا شفناها، حبة البركة والبذر الكتان، وعندنا معلقة بن، معلقة بن. ما بعملش دعاية للمنتج انا، بس انا يمكن على سبيل ان انا كنت بفتح الكيس فيمكن الاسم فضل قدامكم، لكن اي بن، اي منتج عندكم من البن استعملوه، مش يعني النوعية دي بالذات. خلاص، بناخد معلقة بردك، والبن ده في مادة الكافيين المغذية بردك للشعر. يبقى احنا كده حطينا معلقة رز، بصلاية متوسطة، اربع فصوص توم، حبة البركة، بذر كتان، قرنفل، وحطينا معلقة بن. هنيجي بقى ونحط كوبايتين مية، كوبايتين مية، وهناخد المكونات دي كلها ونغطيها. اهم حاجة عشان الزيوت الطيارة اللي موجودة في الحاجة ديت ما تطلعش بره، تتبخر وتطلع بره، لا احنا هنغطيها ونتابعها كل شوية نقلبه. بس هنحطها على النار، على مية، على نار هادية كده، وزي ما احنا شايفين انا غطيته وهنتابعه. وكل شوية كده ما تحسي ان هو علشان برضك ما يتلسعش او يتعمل منك، لازم تتابعيه وتقلبيه من فترة لفترة. احنا كنا خلاص قعد يجي تلت ساعة وبقى كويس، وهناخده بقى ونضربه بلندر، نضربه في خلاط، اضربيه زي ما تحبي بس وهو سخن. خلاص، علشان اللزوجة ديت لو بردت مش هتعرفي تصفيه، فاهم حاجة وهو سخن كده بنضربه وبناخده نصفيه بقى. انا كان عندي المصفى، وبعد منها انا صفيته بفتح شراب نضيفة وعاملاها لتصفية الحاجة ديت. اللي عنده شاشة بقى يصفي بيها، اللي عنده عارفة اللي هو فتحة شراب برضه يصفي بيها. شوفي الطريقة اللي هتصفي بيها وتفيدك اعمليه. اهم حاجة ان تجيبي كل الشوائب اللي هي موجودة في الوصفة. خلاص، والشوائب دي ممكن تستخدميها كماسك على وشك، حلوة، وبرضك هيفرد التجاعيد، ومفيدة برضك للبشرة، ما فيهاش اي ضرر. عندنا زيت الخردل بقى، ده يعني بصوا حكاية لوحده. للبصيلة الشعر، عندنا شجرة الشاي برضك مضاد للأكسدة. عندنا زيت اللوز، زيت اللوز ده برضك بيقوي البصيلة وبيعمل على إصلاح الشعراية من التلف، وبرضك مضاد للأكسدة وفيه فيتامين اي. زيت اللوز. عندنا زيت الجرجير، كله فيتامينات ومعادن، وبيعمل على
يعني تحفيز البصيلة كده وامدادها بالدورة الدموية، فاهمني؟ وفيتامين ايه معروف. يعني كل الحاجات اللي محطوطة في الوصفة دي كلها مفيدة مفيدة. عاوزة تزودي وتعززي بقى معلقة زيت الموز اللي احنا كنا عاملينه، لان هي دي اللي ما صورتهاش. انا خدت الجزء اللي انا هحطه على شعري زودته بمعلقة زيت الموز. فبجد بجد بجد النتيجة النتيجة جميلة، جربيها واعتمديها والله العظيم هتدعيلي هتدعيلي. مرة كل اسبوع لو انت حاطة زيت الخردل، لكن لو مش حاطة زيت الخردل ممكن تستخدميها مرتين في الاسبوع. خلاص. عندك لمدة شهر، وشوفي التساقط، شوفي الهيشان، شوفي التقصف، شوفي دنيتك هتبقى ايه. بجد بجد كنز كنز رباني. كولاجين موجود في بذر الكتان، كل حاجة، الفيتامينات والمعادن في كل المكونات الوصفة. فعاوزة ايه بعد من كده؟ يا ريت تجربيها ويا ريت تدعيلي و... ويا رب يا رب كده دايما بصحة وسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، وبالله عليكم تشجعوني باللايك والشير علشان استمر واقدم لكم كل ما هو جديد. بحبكم بحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واعتمد الطريقة وجربي.